بحضور جمع غفير من الشخصيات الدينية والثقافية والأكاديمية، ومن أجل التمسك بكتاب الله الطاهر، أقامت أمانة مسجد الكوفة المعظم المسابقة القرآنية الوطنية التاسعة في الحفظ والتلاوة لطلبة الجامعات العراقية. المسابقة الوطنية لطلبة الجامعات العراقية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في نسختها التاسعة. هذه المسابقة التي تقام احتفاء بذكرى ولادة العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وأمانة مسجد الكوفة المعظم أكدت على هذه المسابقة، حيث تم دعوة ما يقارب 50 جامعة عراقية، وشارك عدد كبير من هذه الجامعات بهذه المسابقة. أعدت أمانة مسجد الكوفة المعظم جوائز قيمة للفائزين الثلاثة في فقرة الحفظ، وكذلك جوائز قيمة للفائزين الثلاثة في فقرة التلاوة. تهدف المسابقة إلى إنشاء جيل قد تربى وتعلم على ثقافة القرآن الكريم، لأن في الواقع اليوم تستهدف رموزنا الإسلامية، تستهدف اليوم مصادر التشريع الإسلامي وأهمها القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وآله أوصى بها، قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. الحمد لله قامت هذه المسابقة على 3 أيام، واليوم نلاحظ إن شاء الله مسك الختام وحفل الختام لهذه المسابقة كي تبرز أسماء الأوائل من الفائزين. طبعا فقرتين، فقرة الحفظ وفقرة التلاوة. المسابقة شهدت مشاركة 30 قارئا و14 حافظا من مختلف الجامعات الأهلية والحكومية، فيما أشار الحاضرون إلى ضرورة التزام الشباب بإحياء كتاب الله الطاهر والمداومة عليه والالتزام بنهجه علما وفكرا وسلوكا. وحقيقة هذه المسابقة يعني أسوة بالمسابقات الأخرى، تضم مجموعة من الشباب طلبة الجامعات في كل الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، اللي يعني من الرمادي ومن تكريت ومن البصرة ومن الموصل جاءوا. الحقيقة هذين اليومين أكو يعني فائدة حصلت بأنه لقاء الأخوة الأحبة القرآنيين اللي يجمعهم القرآن الكريم طبعا من مختلف المذاهب، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعمل ما فيه الخير والرضا والصلاح. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك توجه صحيح وحقيقي للقرآن الكريم، خصوصا بين أوساط الشباب في الجامعات العراقية، وهذا يؤشر إلى أنه استطعنا أن نوصل الهدف من القرآن الكريم ونشر ثقافته بين أوساط الشباب، وأن يستلهموا من آداب وعلم القرآن الكريم، ونحاول أن نوصل الفكرة القرآنية من خلال الشباب إلى المجتمع بشكل صحيح. الغاية الرئيسية من إقامة هكذا مسابقات قرآنية هي لتشجيع الشباب لإحياء الذكر الحكيم والتسابق والتنافس من خلال البرامج والنشاطات القرآنية، والتي ما زال المجتمع بأمس الحاجة إليها. لقناة النعيم الفضائية على المالكي، النجف الأشرف.